لو فاكر ان البيع هو بس انك تعرض المنتج وتقعد تزن على العميل في التليفون، يبقى انك بتخسر نص فرصك من غير ما تحس. في نوعين من البائعين: البياع الفهلوي اللي بيعتمد على الكلام الكتير والوعود الفاضية، وهو اصلا مش فاهم حاجة ولا عارف اي حاجة وبيتكلم في كل حاجة، يمكن ينجح مرة او مرتين بالكتير، بس عمره ما هيبني ثقة ولا علاقة طويلة مع العميل. وفي البياع البروفيشنال المختلف اللي فاهم ان الشغل مش صدفة ولا حظ، لكن ليه قواعد واضحة. البياع المحترف بيركز على 3 محاور رئيسية. المحور الأول عقله، المايند سيت، تركيزه، طريقة تفكيره، ازاي يشوف العميل مش ان هو كصفقة مؤقتة، لكن كشريك مدى طويل المدى. المحور الثاني المهارات، سكيلز، وهي الأدوات اللي بتخليه يعرف يسمع صح ويسأل صح ويوصل فكرته بذكاء صح. المحور الثالث البروسيس، الخطوات اللي بيمشي عليها على طريق واضح بدل ما يعتمد على الفهلوه. خطوات منظمة من أول البحث عن العميل لحد المتابعة وبعد البيع وحتى خدمة العملاء. التفاصيل دي مش هنتكلم عليها كلها دلوقتي، لكن كل محور هنعيشه ونشوفه ونتكلم عليه. لكن الأهم إنك تبقى عارف إن الاحتراف عقل، مهارات، خطوات. السؤال الأهم من وجهة نظرك، يا ترى إيه أهم حاجة، العقل ولا المهارات ولا الخطوات؟ اكتب إجابتك أرجوك، وليك جايزة قيمة إن شاء الله. دي الحلقة الثانية. أنا محمد النقيب، مطور العقول، ودي كبسولة المبيعات اللي هتوصلك وهتفرق معاك كتير